السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في مطبخ أنا سيلياكي أحضر غذائي بنفسي. اليوم اخترت لكم ميني شاورما وبوراك بعجينة واحدة. تبعوا معايا الطريقة والمقادير. قبل ما نبدا في العجينة نوري لكم أولا الخلطة تاع البوراك. عندي نص صدر دجاج قسمته بين. راح ندير البوراك شوية دبشة ومعدنوس أكثر، شوية دبشة فقط، وبصلة صغيرة وشوية دجاج. للشاورما كيف نص صدر دجاج قسمته، نص صدر شويه كبير قسمته بين الشاورما والبوراك، وبصله كبيره، والدبشه هنا اكثر من المعدنوس، شويه معدنوس والدبشه اكثر. هادو من بعد نرحيهم مع بعض في الميكسور، والتوابل تاعهم شويه فلفل اسود، شويه فلفل عكري، ملح، كمون وكركم. نرحي اول هادو بالميكسور، ما نرحيمش معاهم الملح باش ما يديرليش الماء، تنخلط الملح والتوابل في الاخير. نخليهم هادو على جهه. ونجي للشاورما تاعنا، نتبل الدجاج. عندي توابل الدجاج، فلفل عكري، ملح حسب الرغبه، كركم، فلفل اسود وشويه كمون. عفوا راني حطيت علبه ياغورت، فرغت علبه ياغورت راني خلطت فيها، خلطها مليح. تقدروا ديروا ايضا حبه جزر، تسكرفجوها تخليوها مع الدجاج هكذا متبله. نغطيها ونخليها. بعد ما غطيتها نحطها في الثلاجه ترتاح. نوريلكم اولا قبل ما نبدا في العجينه، نوريكم البطاطا بلي راني طيبتها في الماء بشويه ملح. نزيد لها جبن مثلثات، جبن شيزي. اذا مازالت هي سخونه نحاول نخلط الجبن مع البطاطا. الحشو تاع البوراك يكون واجد هكذا، نوجدوه من قبل. راح نستعمل هذه الفرينه لينات الخبز التقليدي. نعمر 2 كيسان. ابدا الان في العجين. عندي ملعقه حليب بودره، ملعقه مملوءه، ملعقه كبيره. فرغ الكأسان. نزيد شويه خميره كيميائيه، شويه ملح. نبدا نحط الماء. فرغ الكاس الاول، كاس مملوء. نخلط ومن بعد ندربو بالدراب. نزيد الكاس الثاني، نحط نصف بيضه كامله، وزيد ملعقه مملوءه زيت المائده. نكمل الكاس كامل ونضرب الان الخليط حتى نتحصل على القوام المطلوب. نحاول الان نضربه مليح. الكاس الثالث نحط نصف. نكمل الكاس الثالث. انا حطيت 3 كؤوس مملوءه. نزيد له شويه. هذا الكاس الرابع، هذا نصف. شوف القوام. نزيد شويه ماء، بقى نصف. نزيد ندير ربع، وبقى ربع. نكملو كامل هذا الربع اللي بقى. اذا حطيت الان 4 كؤوس كاملين. هذا هو القوام. شوفوا كيف يجي مطلوق، يجي ثقيل شويه وفي نفس الوقت مطلوق. اللي يديروا لها الحبيبات تقدر تصفيه، دير صفايه، تدخلوا في الصفايه، ديروا الصفايه، تحطوا اناء اخر وتفرغوا الخليط. نحط المقلاة الان تسخن. في انتظار الماء يغلي بعد نحط فوق المقلاة. نفرغ الان من الخليط هذا اللي درت تاع الديون، نحط في اناء اخر باش تجي العمليه سهله. ونجيب الفرشات ايضا. وقبل ما نبدا نطيب في الديول، نطيب التتبيله تاع الشاورما. نحط المقلاة تسخن، نحط الزيت حوالي ملعقتان كبيرتان. نفرغ الان التتبيله تاعي. نقص شويه النار ونخليها تطيب على نار هادئه. نغطيها ونخليها تطيب. شوفوا بعد ما غلى الماء نقص على النار وندهن بالزيت ونبدا ندير في الديول. نبدا الكوش الاولى ومن بعد ندير الكوش الثانيه. نزيد نعاود
نروح للجوانب، نزيد نعاود ايضا نزيد نحط. لازم تسدو المسامات كامل ونخليو حتى فتحه. ندورها في كل الجوانب مع الطيب بنفس الطريقه. نحاول نستعمل السكين بعد ما تبدل اللون. حاول كيفاش دير غير بالعقل. هكذا نسحب قطعة قماش، نقوي النار، نزيد نعاود بنفس الطريقة. دير الطبقة الأولى ورجعوا ديروا الطبقة الثانية حتى تبيض كامل. تشوفوها بيضة باه نبداو نقلعو. نبدا نجرب بشوية هكذا، نقص عليها الطيب باقلها غير بالسياسة والصبر. شوفوا الجهة هذه ندورها عندي باش تجيني اسهل. نزيد نقوي النار الان ونبدا غير بشويه. النار كما تحبوا، تحسوا بحرقتكم نقصوا لها، تحسوا مازالت ما طابتش تزيدوا لها، وهكذا. ملي طرات من الاحسن تكون ثقيله شويه، تاعي خفيفه عذبتني. لازم تمسحوا مليح المقلاة. ندهن الجوانب بالزيت، نبدا بالجوانب ومن بعد ندير شويه في الوسط ايضا هكذا. شوفوها بعد ما تسخن مليح نبدا نفرغها. سخنت، ندير نعاود الكوش الثانيه. كل ما ديروا الطبقه الاولى عاودوا الطبقه الثانيه، ومن بعد سدوا المسامات اللي توجدوهم فتحات. نكمل نطيب الديول تاعي بنفس الطريقه. بعد ما نكملوا نخدموا الحشو. نطفي الان الدجاج تاعي ونحطو يبرد في صحن على الطاف. بعد ما كملت الديول درت كاسرونه صغيره ومقلاة اصغر باه ندير خبز الشاورما. نفس الخلطه السابقه، نفس العجينه. خليت شويه الشاورما نفرغها ايضا هي في اناء باه تجيني سهله. شوف المقلاة مازالت شويه ما سخنتش. بعد ما تسخن مليح نبدا نحط. الماء راه يغلي، ندهنها بشويه زيت، شويه فقط ما نكثرش. غادي نديرها شويه سميكه، ما نديرهاش خفيفه مثل الديول. هذه لازم نديرها شويه تكون سميكه. نخليها تطيب بالبخار. نغطيها باه تطيب مليح بالبخار. طيب نقلبها، نغطيها. نجيب المقلاة هذه نخليها تسخن، نخليها تنشف مليح. بعد ما سخنت ندهنها بشويه زيت، نقص على النار ونهز هذه نحطها هنا هكذا. النار تكون قليله. نزيد نحط نغلق عليها ونخليها تطيب. وهذه نطيبها هكذا، نخليها تطيب ونقلبوها مره على مره. شوفوا كيف بدات تنتفخ. هاي تفكت من الداخل، هي خفيفه. هسه الان راهي طيبه. شوف هذه نقلبها. قلبوها تطيب على الجهتين. بعد ما تطيب على الجهتين نحطوها في المقلاة الثانيه. هزها الان نحطها في المقلاة الثانيه. ما نضيعش الوقت، نزيد نحط. نبقى نقلب فيها حتى تنتفخ.
تفكت منها. شوفوا الفقاعات تجي لداخل خفيفه. شفتوا كيف انتفخت ما شاء الله. قلب هذه. شوفوا ما شاء الله. اذا شفتوا عجينه واحده درنا الديول ودرنا خبز التورتيلا. راح ندير ميني شاورما. النار ديما قليله. نكمل هذه نحطها طيب في المقلاة هكذا. كي تكون المقلاة ما تلصقش دهنوا مره واحده فقط كافيه. غطيها ونخليها طيب مليح. هذه مره على مره نقلبها. راهي فارغه لداخل والنار قليله. نكملهم كامل بنفس الطريقه. بعد ما كملت الديول كي تحطوهم اول مره لازم تحطوهم مفرقين. تحطوا كل وحده في جهه. بعد ما يبردوا تحطوهم داخل الكيس. هذا خبز التورتيلا ميني شاورما اللي درتو بعجينه واحده. شوفوا الاوراق كيفاه جاو والداخل خفاف. جاوني 7. نشوف الديول شحال جاوني. 6 7 جاوني 7. خليهم مغطيين. ندير الان الحشو تاع الشاورما. راني وجدته مثلا الحشو تاع البوراك. وباه ما يجيش الفيديو طويل راني عمرت خبز الشاورما بالحشو اللي طيبته معكم. زدت له شويه بطاطا مقليه واوراق الخس قطعتهم رقاق وديرتهم بالكيغدو. حكمتهم بالكيغدو كما راكم تشوفوا. كي راني نسخن فيهم وراهم بقاو طريين ما شاء الله. نحطهم الان في طبق التقديم. نكمل الان نعمر الديول بالحشو بعد ما رحيته وزدت له البطاطا مع الجبن كما شفتوا. خلطتهم مليح ونبدا الان الجهه الملساء نرجعها من تحت والجهه الثانيه نحط فوقها هكذا. نبدا نحط الحشو. قسموا الحشو كل ما تبداو ولا عينكم ميزانكم. نسقموا بالملعقه مليح. نزيد شويه في الجهه الاخرى. ونبدا بهذه الطريقه. نبدا من فوق ومن بعد ندير الجوانب ونرولي. شوفوا كيف طريين الديول ما شاء الله. كما تحب تتعامل معهم تعامل هكذا. نكملهم كامل بنفس الطريقه. بعد ما عمرتهم كامل نبدا نقلي. الزيت راه سخون. دائما الجهه اللي متنيه اللي مفكوكه هي اللي تحطوها من تحت. نستفهم مليح هكذا ونبدا نقلي. ولو في المقلاة العاديه نحطهم بنفس الطريقه. راني نقلب فيهم بعد ما طابوا من الجهه السفلى. نحمرهم مليح ومن بعد نحيهم. شوفوا كيف حمروا ما شاء الله. نكملهم كامل بنفس الطريقه. حطيت الورق الماس باش يمتص الزيت. اذا نكملهم كامل بنفس الطريقه ونتلاقاو في طبق التقديم. هذا هو البوراك اللي خدمته معكم وها هي ميني شاورما اللي درتها معكم. شوفوا مازالت طريه. سخنتها وطيبت البوراك ومازالت طريه. البوراك شوفوا
شوفوا الحبات الاخرين اللي طابوا، شوفوا كيف يتفتت، شفتوا كيفاش مبسس. نقسم لكم حبه عن قرب. شوفوا يتقسم بسهوله. نشوف ايضا شاورما، شوفوا كيفاه طريه، شوفوا كيفاه طريه. نقسم لكم شويه هكذا. شوفوا ما شاء الله، شهيتكم في الجنه، ورمضان مبارك.